بصراحه كان نفسي في الشمام ده، ان انا اعمله بالطريقه دي زي ما كانت والدتي بتعمله لنا زمان واحنا صغار. كنا بنمسك القطعه كده او الشرخه كده من الشمام اللي هو الاناناس ده، ونقعد نخرم فيها كده زي البطيخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي واذكروا الله. طبعا النهارده بعمل ايه كده. طبعا نزلت كده المحل وجبت سمك كده علشان خاطر نعمله النهارده بقى كده مجلي، وده اسرع واسهل اكله بصراحه. النهارده الاولاد قالوا يا ماما احنا عايزين يعني ايه اكله خفيفه كده ومش عايزين بقى طبيخ ومحاشي وكلام من ده. قلت لهم خلاص ماشي نعمل النهارده سمك طالما احنا محتارين يعني بصراحه مكسلين برضو في نفس الوقت من الحر للطبيخ يعني. فقلنا ننزل نجيب سمك كده، فنزلت جبت كيلو من السمك كده على قدنا، لان السمك طبعا يعني لو فاض ما بتاكلش تاني طقه. فانا قلت نجيب يعني على قدنا كده يتاكل، وبعد كده نبقى احنا كل يوم بنطبخ الاكل صابح يعني، فما بحبش الاكل يتبقى لتاني يوم. فجبت السمك كده وجبته بقى نضفته كده، نضفت البطنيه بتاعته فتحتها كده زي ما انتم شايفين، وبحوش كل الزعانف اللي بره دي يعني اللي الشوكه والحاجات اللي بتبقى في السمكه من بره دي وفي الديل والجنب وكده. واللهم صل على النبي. بنضف كل البطنيه كده زي ما انتم شايفين، اي دم اي حاجه فيها بطلعها. لو عندك فرشة حلوة كده بتجيبي الفرشة كده وبتغسلي بيها السلسلة بتاعت السمكة من جوه، بتنضف اي حاجة فيها لزجة. واللهم صل على النبي. بغسله كويس جدا وبنقعه بقى كده شوية الاول في ليمون وخل وشوية بهارات كده حلوين، وبعد كده ساعة الاكل بقى بجيبه اصفيه وبجيبه بقى كده ببهره كده من بطنيته كده بشوية كمون وفلفل اسمر. لو انت حابة تعملي له خلطة حلوة كده فلفل وتوم وشبت بتدقيه في الهون كده وبتحطيه بقى في بطنية السمكة زي ما انتوا ايه واخدين بالكم. طبعا عملناه كتير مع بعض، بس انا النهارده قلت اعمله بقى كده بالكمون وبلاش النهارده اعمل دجه وكده. فجبت بقى اللهم صل على النبي الدقيق بتاعي بهرته برده، وبحط السمكه كده بغلفها فيه من الناحيتين، وبعد كده بنزل في الزيت السخن بالسمك بتاعي بحمره نص تحميره على الناحيه دي، وبرجع اقلبه على الناحيه التانية نص تحميره، وبرجع تاني اقلبه عشان خاطر يستوي كويس ويبقى متحمر حلو كده واللحمه بتاعته مستويه. بعد كده عملت طبقين سلطه. اللهم صل على النبي. طبقين حلوين كده الاولاد علشان خاطر ما بيحبوش الفلفل والشطه، فانا عملت ليا طبق وهم عملت لهم فلفل وخيار، وانا بصراحه ما كانش عندي اي خضره تانية، وعملت عليها ليمون وكمون وزيت كده وظبطت السلطه بالهنا والشفا. بعد كده انا كنت في الوقت ده حاطه السمك على نار، والرز بتاعي كان على العين التانية. يعني بصوا الاكل ما باخدش منك نص ساعه في نفس الوقت، بالذات السمك طالما على البوتاجاز او بتشوي او بتجلي او كده او في الفرن. والرز محطوط على البوتاجاز، انت بتعملي السلطه وانت واقفه ما باخدش منك وقت خالص. يعني انا كنت حاطه الاتنين على كل واحده على عين، والسلطه انعملت وطبق مخلل والحمد لله. يعني اسرع اكله بصراحه يعني. فبالهنا والشفا. شايفين الرز اهو والسمك بتاعنا ما شاء الله. لسه هقلبه على الناحيه التانية كده، وبعد كده هخلص بقى واسجي بقى الاكل بتاعي. الرز الحلو اللي متجفر بالسمنه البلدي ده طعمه تحفه. لو انت مش حابه السمنه البلدي عادي بتحط عليه زيت وهو بيستوي علشان خاطر يبقى مفلفل كده وحلو. وبالهنا والشفا بقى زي ما انتم شايفين كده ده كان الاكل بتاعنا. عندنا صورة طرحة حلوة. اتفضلوا معانا الغدا يا حبايبي. غدا بسيط كده وسريع. السمك يعني ايه بيبقى اسهل اكله بالنسبه لي، يعني لما ببقى محتاره او مش فاضيه او تعبانه او كده فبقوم جايه عامله ايه سمك. بيبقى خفيف كده لو شويناه او جريناه او كده، بيبقى برده سريع وبسيط. ننضفه ونعمل على طول شويه الرز عما السمك بنكون خلصناه، بيكون الرز استوى، وطبقين سلطه حلوين كده وطبق مخلل. اتفضلوا معانا بقى الغدا بالهنا والشفا. بعد كده بقى خلصنا الغدا والحمد لله يعني على كل حال. طبعا جبت بقى طبق حلو من الفاكهه كده المعتبره دي، وبصراحه كانوا الاولاد عايزين بطيخ بس انا قلت ايه خلوها لما تسقع، وبعد كده نجيب النهارده شويه يعني فاكهه كده من الموجوده دي ونقعد نتسلى فيها كده. يا رب النهارده الفيديو بتاعنا يكون خفيف وظريف كده ويعجبكم ونكون مش بنزعجكم كده. وبحبكم في الله، وشكرا لكم على دعواتكم الحلوه لاهلي.
ربنا يسعد قلوبكم اللهم امين، ويجبركم يا رب العالمين. وكل واحد نفسه ان هو يزور النبي ربنا يحقق له امنيته، وربنا يعني ينجح كل واحد لاهله، ويشفي كل مريض اللهم امين، وينصر اخواتنا في غزة وفلسطين نصرا عزيزا مقتدر يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا يا رب اللهم امين. طبعا جبت الاناناسه الحلوه بتاعت الشمامه دي، كان نفسي فيها بصراحه ان انا اقطعها كده بالطريقه دي. وشوفوا بقى الاولاد بقى، ويعني بصوا هم ساعه الفاكهه دي بيبقوا مبسوطين خالص يعني. ازيك يا حبايبي؟ طبعا بعد الغدا المتين ده قلنا ايه بصراحة، بعد ما غسلنا كده وقعدنا وفوقنا كده ورجنا كده، قلنا ايه بقى، لازم بقى ايه نروج على نفسيتنا كده. بصراحة النهاردة كان مزاجي مش حلو، وما كنتش قادرة بصراحة ان انا يعني اطبخ، يعني ايه استسهلت وعملت السمك زي ما قلت لكم كده في الفيديو. يوم ما ببقى تعبانة او مكسلة او كده يعني مرهقة او مزاجي مش حلو، فبقى ايه بستسهل الاكلة السريعة، فبقوم جاي عاملاها، وهي بالنسبة لي ايه اللي هي السمك. فانا نزلت جبت السمك وعملته كده على السريع. طبعا بس ايه بقى الاولاد المفروض يعني كوبايه الشاي المتينه بعد السمك ده، بصراحه انا عندي الشاي احلى من الفاكهه كلها. يعني ايه، فقلت لا بقى يعني الجو حر، بشرق عليهم حاجه ساقعه كده، حته شميمه كده، حبايه عنب، تفاحه، حاجه حلوه كده. هم بصراحه كانوا عايزين بطيخ، بس البطيخه لسه مش سقعت، فقلنا خلوها بقى لما تسقع وايه ونجيب الموجود دلوقتي. اتفضلوا معانا، ايه رايكم؟ انا بصراحه كان نفسي في الشمام ده، ان انا اعمله بالطريقه دي زي ما كانت والدتي بتعمله لنا زمان واحنا صغار. كنا بنمسك القطعه كده او الشرخه كده من الشمام اللي هو الاناناس ده، ونقعد نخرم فيها كده زي البطيخ. فانا بصراحه ايه ما حبيتش ان انا اقطعه النهارده قطع كده ولا حاجه. انا قلت ايه امسكه كده علشان الاولاد يتعلموا برضو، وافكرهم بالزمن بتاعنا الحلو اللي عدى، ونقول للزمان ارجع يا زمان. يلا الحمد لله، ربنا يرجع امي بالسلامه ووالدي، ودعواتكم الحلوه ليهم، بشكركم على دعواتكم الحلوه برضو اللي انتوا بتدعوها لهم. ربنا يصلح حالكم جميعا اللهم امين. اتفضلوا معانا بقى كده كل حاجه حلوه معانا. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم، بحبكم في الله. متنسوش اللايك الحلو، شيروا الفيديو كده عشان يوصل لاكبر عدد، وشكرا لكم كلكم على التعليقات الحلوه اللي بتدعوها لنا. ربنا يصلح حالكم جميعا يا رب. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم، ما تنسوناش في دعواتكم الحلوه من قلوبكم. ربنا يسعد قلوبكم اللهم امين، ويجبركم جبرا يتعجب له اهل الارض والسماء يا رب العالمين. وطبعا الوقت ده كانوا بقى الاولاد مبسوطين بالفاكهه، وملوكه قاعده بقى بتعمل لي بصوا بالاناناس والعنب والحاجات دي، اشكال كده والوان ورسومات كده في الاطباق. العيال دول هيشلوني والله العظيم. يلا الحمد لله، دعواتكم ليا يا حبايبي، ربنا يعني ويقويني عليهم اللهم امين، على ما والدهم بس يجي ويرجع لنا بالسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.